اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على رعاية السلاحف البرية في فصل الصيف. المفروض ان احنا نعمله للسلاحف بتاعتنا عشان نضمن صحة سليمة، وكمان نخرج من موسم الصيف بسلاحف كويسة. طبعا على قد ما الشمس مفيدة جدا جدا للسلاحف، بس بتبقى خطر جدا جدا خصوصا في فصل الصيف. فصل الصيف أهم كتير جدا من فصل الشتاء. ليه يا طنط نانا؟ عشان فصل الشتاء معظم السلاحف بتقضيه في البيات الشتوي بتاعها، إلا طبعا في مصر. أما فصل الصيف السلاحف كلها بتفوق وبيبتدي يحصل التزاوج ما بينهم، وبيبتدي يحصل وضع البيض وفأس البيض، فبيبقى الموسم ما شاء الله كله خير كده. فاحنا عشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا من فصل الصيف. ايه اللي المفروض بقى نعمله في فصل الصيف؟ اول حاجة ناخد بالنا من الشمس. على قد ما الشمس من 3 حروف بس مش قادرة اقول لكم جبارة جبارة في الصيف. يعني ممكن تكون السلاحف بتاعتنا كده ما شاء الله صحتها كويسة وما فيهاش اي حاجة، واحنا نقول نحطهم في الشمس ونتفاجئ لا قدر الله ان السلاحف جالها اجهاد حراري، والسلحفة لا قدر الله ماتت. وده بيحصل كتير جدا، وانا قلت لكم الكلام ده في كذا فيديو وهقوله في كل فيديوهاتي عشان كتير ياخدوا بالهم من الموضوع ده. في كتير بينسوا ان موضوع الشمس ان هي ما ينفعش خالص نسيب السلاحف، خصوصا في الصيف. ممكن في الشتاء السلاحف عندي بينقوا المكان اللي فيه شمس ويقعدوا فيه، اما في الصيف بينقوا المكان اللي فيه ظل وبيقعدوا فيه. زيزي زعلت اهي وسابت زقزوق ومشيت. تعالي هنا يا زيزي. رايحه فين بس؟ خدي تعالي، لسه ما كلتش وزقزوق زعلها اهو. المهم نرجع لموضوعنا. فطبعا لازم البيت بتاعي يكون الشمس متواجدة فيه من الشروق للغروب، وفي نفس الوقت يكون جزء ظل وجزء شمس، ويكون فيه مغبأ، ونسيب للسلحفة حرية الاختيار. ما ينفعش اقول انا السلحفة بتاعتي مش عايزة تتشمس، كل ما احطها في الشمس تطلع تجري على الجزء الضلة. سبق وقلت وهقول السلحفة أدرى باحتياجات جسمها. لازم نلبي طلبات السلحفة. يعني لو السلحفة سابت الشمس وراحت جري في الضلة نسيبها على طول، عشان الصدفة بتاعتها أكيد بتسخن، ومش الصدفة بس، أكيد كل أعضاء جسمها من جوه بتسخن. فما ينفعش إن احنا نسيب السلحفة في الشمس فترة طويلة المباشرة. طب تاني حاجة ايه اللي المفروض نهتم بيها برضو في فصل الصيف؟ هي المية. لازم يكون في ميه للسلاحف على الاكل بتاعهم. طبعا كتير بيقولوا لي السلاحف عندنا ما بتشربش ميه، فاحسن طريقه ان احنا نجبر السلحفه تاكل وتشرب مع بعض هي ان احنا نضيف الميه على الاكل. وده انا بهتم بيه جدا في الصيف. يمكن في الشتاء ما بعملش موضوع الميه ده كتير. بغسل الخضار كويس وبقدمه لهم. اما في الصيف لازم اضيف ميه على الخضار اللي انا بقدمه لهم، لان طبعا درجة الحرارة بتبقى عالية والسلاحف ممكن يحصل لها جفاف من قلة المية، فلازم اضيف مية على الاكل. طبعا انا ما بشوفش بصراحة زيزي وزقزوقة بيشربوا مية. انا اللي بشوفه زقزوق، وزقزوق كان بيشرب مية. ما حطيت لهم الوجبة. انا بصراحة ما كنتش هصور الفيديو النهاردة، يعني ما كانش في دماغي ان انا اعمله، بس وانا بحط المية على الاكل لقيت زقزوق قعد يشرب مية كتير جدا، بس انا ما كنتش بصور ساعتها. فقلت اما اعمل لكم الفيديو ده عشان الفت نظر حضراتكم لوجود المية، خصوصا في فصل الصيف. نبتدي بقى نهتم ونحط المية تمام، عشان سلاحفنا تبتدي تاكل وتشرب مع بعض. طبعا وهم بيجروا وبيلعبوا بيعدوا على الاكل، والاكل فيه ميه والبيت بتاعهم فيه تراب، فالموضوع ده بيقلق بعض المربيين. هو عادي وطبيعي، لان انا عندي التربه انا منظفاها باستمرار. والشمس زي ما حضراتكم شايفين كده متواجده، فبتعمل كمان بتطهر اي تربه من اي بكتيريا واي ميكروبات. بس انا برضو بعمل ايه؟ بسيبهم بياكلوا كده، ولو حسيت ان الاكل ابتدى يجي فيه رملة كتير، انا مخصصة مصفى عندي للسلاحف. بجيب باخد الطبق ده. عشان كده انا بقيت احط في طبق مش على السيراميك، يعني انا حاطه السيراميكا وفوقها
الطبق البلاستيك ده الحرف بتاعه بيبقى صغير عشان يقدر اقدر احط المية، والمية ما تنكبش، يعني لو انكبت بتنكب حاجات بسيطة. وببتدي اخد الخضار ده اغسله في الحوض كويس جدا من التراب والرملة، وبعد كده برجع اقدمه لهم تاني. فانتوا الموضوع سهل وبسيط، العملية كلها نص ساعة ساعة، بنتابع السلاحف فيها وبنقدم لهم الاكل. طبعا انا عندي السلاحف بيتدلعوا شوية، مرة يبتدوا ياكلوا ومرة يسيبوا الاكل ويمشوا. انا ما زي ما قلت لكم هقولها تاني، بجيب السلحفة مرة واتنين وتلاتة قدام الاكل، ممكن تاكل قطمة وتمشي، انا بسيبها شوية كده وبروح جايبة السلاحف تاني. مع كتر التكرار هتاكل السلحفة، هتاكل. يعني مثلا زقزوقة جبتها عند الاكل مرضيتش تاكل ومشيت، هجيبها تاني واكيد هتاكل المرة الجاية. طبعا انا هنا جبت زقزوقة زي ما حضراتكم شايفين، وفعلا ابتدت تاكل، وزيزي بتاكل. زقزوق بقى ما شاء الله عليه، ياكل شوية ويروح يتشمس شوية. هنا انا مش حاطاه انا في الشمس، هو اللي رايح بإرادته، فانا في الوقت ده بسيبه عادي. اما لو انا بحطه في الشمس وحسيت انه بيجري من الشمس عايز يروح للضلة بسيبه. ولو حطيته في بيت والشمس كانت مالية البيت، مفيش جزء ضلة كده زي ما في البيت عندي، وحسيت انه عايز يخرج من البيت، على طول فورا بطلعه من البيت، لانه اكيد بيبقى عايز يجري ويستخبى من الشمس. شايفين زيزي كده مع نفسها خالص عمالة بتاكل، خدت لها حتة خيارة وحتة جرجيرة وشغالة بتاكل مع نفسها على السيراميكا. عسولة خالص وطعمة ورقيقة. هي سابت برضو الاكل ومشيت عادي، انا برضو الله 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 الله. هي قالت لك بقى في خبط ورزع هيحصل، انا اخدها من قصرها وامشي كالعادة. شفتوا هي عاقلة ما شاء الله عليه، ما بتشوف اي خناقة بين زقزوق وزقزوقة بتسيبهم وتمشي، هي ملهاش دعوة هي بالخناق ولا الحاجات دي. انا طبعا هحاول ارجعها تاني عشان هي ما كلتش كويس، فانا برجعها تاني. اهو انا رجعتها هنا، بس طبعا زقزوق عمال يخبط في زقزوقة وهي خايفة، وبهدل الاكل خالص، بهدله تراب. انا طبعا هغسله. هنا بقى بيقول لي بيقول لي زيزي ما تخافيش انا مش هكلمك، انا هضرب زقزوقة بس. بجد تربية السلاحف ممتعة، شايفين عسل شفتوا عسولة خالص، زقزوق وزيزي منسجمين خالص. طبعا تربية السلاحف جميلة جدا. عايزة كمان اقول لكم ان احنا في فصل الصيف لازم ناخد بالنا من موضوع، وده يمكن اهم حاجة. لو عندنا انثى ومثلا كنا بنبيتها جوه في الشقة زي ما انا كنت بعمل مثلا في الشتاء، ما ينفعش خالص في الصيف ان انا اخد السلحفة الانثى اللي عندي وابتدي ادخلها تاني في الشقة. هنا طبعا انا كنت غسلت الخضار زي ما حضراتكم شايفين من المكان التراب اللي زقزوق عمل وبهدل الدنيا، بغسله وبرجعه ياكلوه تاني. المهم نرجع لموضوعنا. لما بيحصل التزاوج كده ما ينفعش خالص ان انا في فترة الصيف ده ان انا ادخل السلحفة تبات جوه عندي في الشقة، لا انا خلاص بسيبها في البيت بتاعها. وكمان لو انا مسافره ما نعملش الغلطه اللي انا كنت عملتها قبل كده وخدتها معايا المصيف. لو حضراتكم هتروحوا مثلا مصيف او مسافرين ايا كان بقى، مسافرين في اي مكان وفكرتوا ان انتوا تاخدوا السلحفه الانثى معاكم، ما ينفعش خالص ان انتوا تاخدوها، لان الموسم ده موسم وضع البيض، وممكن في اي لحظه تحط البيض بتاعها سواء في الشقه جوه ممكن يقع يتكسر على البلاط، وفي نفس الوقت ممكن كمان ما تعرفوش الاتجاه بتاعه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان السلحفة لو حطت البيض بتاعها في خلال 24 ساعة ممكن ننقل البيض عادي، بس بعد ال 24 ساعة بيبقى الجنين اتكون، فما ينفعش ان احنا نحرك البيضة، لازم تكون على نفس الوضع اللي السلحفة بيضته. اوكي، فالموضوع ده يبقى ناخد بالنا من المية، ناخد بالنا من الشمس، ناخد بالنا كمان من موضوع ان السلحفة الانثى ممكن تحط البيض، لازم نهيئ لها تربة مناسبة وممنوع ان احنا ننقلها من البيت بتاعها نهائي.
ده كان فيديو سريع، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش باللايك وكمان بالشير. ولو عجبكم الفيديو اعملوا كده جولة في القناة، لو عجبكم محتوى القناة ما تنسوش بقى تشتركوا وتفعلوا زر الكل عشان كل فيديوهاتي تنزل لكم بكل سهولة. بحبكم في الله، إذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. باي باي.